عليكم. انا مش جاي اعلي عليكم خالص النهارده في محشي الكوسه. انا عارفه انكم كلكم شطار وكلكم تعرفوا تعملوا احلى محشي كوسه. انا هنا معايا 2 كيلو كوسه، غسلتهم وقورتهم وكله تمام. الحجم يكون وسط زي ما انتم شايفين. معايا هنا طاسه حطيت فيها حوالي معلقه زيت بس لانها هعتمد على الدهون بتاعه اللحمه. حطيت اللحمه طبعا حوالي ربع كيلو لحمه بس. معاهم بصلتين برضو متقطعين صغير جدا. المرحلة دي طبعا مرحلة تعصيب اللحمة زيها زي أي لحمة متعصجة زي ما انتوا عارفين. بنعصج اللحمة مع البصل وبنتأكد إن هما استووا تماما، لازم يكونوا مستويين سوا كامل. هنا برضو معانا قرن فلفل أحمر، وممكن أخضر وممكن حامي كمان. قطعتهم تقطيع كويس جدا، بس أنا طبعا بحب الأحمر لأنه بيدي لون أحسن وبيغني ال الخلطة بالسكر بتاعها. ببتدي هنا أقلب كويس جدا لغاية لما أتأكد زي ما قلت لكم إن اللحمة استوت تماما. ببتدي بقى أحط لها الفلفل الأسود، بحط لها معلقة ملح أو الملح حسب الرغبة. بحط لها كمان معلقة زنجبيل. الزنجبيل علشان خاطر السنة أو الريحة بتاعت اللحمة. بحب أنا أحط الزنجبيل على اللحمة. هنا بوسع حفرة كده بسيطة علشان أحط فيها معلقة صلصة، أحمصها شوية مع اللحمة. الخطوة دي بتبقى كويسة جدا مع الصلصة لأنها بتعزز اللون. بحط هنا كمان معاهم حوالي كوبايتين طماطم مفرومين كويس جدا. يستووا كده زي ما انتم شايفين مع اللحمة. بس في الخطوة ديت واللحمة لسه أو الخلطة لسه فيها مية، بنزل فيها كوباية رز يكون مغسول كويس وبقلبه معاهم. أنا بس عايزة الرز هنا يشرب المية اللي موجودة بتاعة الطماطم، يعني أنا عايزة الرز يستوي حوالي 10% من السوا، بس لغاية لما يشرب المية وخلاص. هنا خلاص شرب المية وكله تمام، بفضيه في طبق عميق علشان يبرد. وبعد كده هنشوف الخطوة اللي بعدها. بحط لها هنا حوالي معلقة صغيرة جدا من الزبدة. ليه طب يا جيهان ما حطيتيهاش في الأول؟ لأن أنا دايما بحب أحط الزبدة في الآخر وتفضل محتفظة بطعمها آه و... وريحتها. بحط هنا طبعا الخضار بتاعي اللي هو البقدونس، شبت، كزبرة. بحطه برضو في الآخر خالص وبعد ما الخلطة تبرد تماما علشان يفضل محتفظ بلونه ونكهته. هبتدي هنا أحشي الكوسة. ما باحشيهاش أوي طبعًا، ما باضغطش عليها جامد في الخلطة علشان خاطر طبعًا الرز لسه هيستوي جوّه الكوسة، والكوسة أصلًا ضعيفة بتستوي بسرعة وممكن تفك. وباسيب حوالي عُقلة صباع زي ما أنتم شايفين. هنا طبعًا أنا حطيت الشوربة عليها معلقة صلصة وحطيتها على النار تاخد غلوة وحطيتها في الفرن، يا دوبك خدت وش في الآخر. وأدي النتيجة في الآخر زي ما أنتم شايفين.